السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من توازن الأطفال من وعي الوالدين. أنا نرجس المذنب، واليوم غادي نهضروا على كيفية تعامل الشباب مع المشاعر القوية بحال الغضب، الحزن أو الفرح الزايد. علاش مهم؟ إلا ما عرفوش يعبروا على مشاعرهم، الشباب يقدر يتصرف بعنف ولا اندفاع. تعلم التحكم في العواطف كينمي الذكاء العاطفي اللي مهم لعلاقتهم وصحتهم النفسية. كيفاش نعاونوهم؟ نسميو المشاعر، نقولوا شكلك غضبان، فرحان، باش نعطيه مساحة يوصف ليا شنو حاس به. نعلموا آليات التنفس العميق، الكتابة، الرسم، طرق يعبر بها بدل التصرفات الاندفاعية. نكونوا مثال، ولدنا كيقلدنا، فخصنا نبينوا ليه كيفاش حنا كنتعاملوا مع مشاعرنا بعقلانية. مثال، إلا ولدك تقلق حيت تخاصم مع صاحبه، بدل ما توبخيه خليه يهضر على اللي حاسه، وعاونيه يتصالح مع صاحبه بطريقة بناءة. من كيتعلموا يدبروا المشاعر، الشباب كيكبر عندهم الثقة في النفس وكيخلقوا علاقات سليمة. شكرا بزاف على المتابعة، نشوفكم قريبا في توازن أطفال من وعي الوالدين.